السلام عليكم طلابنا الاعزاء، رجعنا لكم بالجديد ولو تاخرنا عليكم. لا تفكر لها مدبر. ونبلش اليوم بموضوع جديد هو طرائق حساب امثال بالتفاعل القياسي. واحنا اخذنا بالدرس السابق هو حساب الدلتا اتش ار، فقلنا متى دلتا اتش ار يساوي دلتا اتش اف؟ عندما يكون متكون 1 مول من عناصر اساسيه باثبت صوره في الظروف القياسيه. واضافه هذا الشيء قلنا اذا كان متكون اكثر من 1 مول نقدر نطبق القانون دلتا اتش اف يساوي دلتا اتش ار على ان، اللي هو عدد مولات المواد الناتجه اللي هو المتكون. وحساب الدلتا اتش سي، وقلنا متى دلتا اتش سي يساوي دلتا اتش ار؟ المحترق 1 مول مع كميه وافره من الاكسجين. اما اذا كان المحترق اكثر من 1 مول راح نقول هنا نقسم على عدد مولات المواد المحترقه، فصير دلتا اتش سي يساوي دلتا اتش ار على n، واللي هو عدد مولات المواد المتفاعله اللي هو المحترق. اما الان الطرق الجديده واللي وزاري، دائما يجي هذا السؤال وزاري، هو قانون هيس او عن طريق حساب امثال بالتكوين القياسي. اذا راح نجي ما هي طرائق حساب امثال بالتفاعل القياسي؟ عن طريق استخدام قانون هيس او عن طريق استخدام قيم امثال بالتكوين القياسي اللي هي دلتا اتش اف، ووضح بهذا بالدرس السابق. هنا انطيت انا ملاحظه حتى تعرفوا شلون. يا اما تقدر تحل بقانون هيس يا اما تقدر تحل بامثال بالتكوين القياسي حسب المعطيات اللي موجوده بالسؤال. اما اذا ذكر لك بالسؤال حسب قانون هيس لازم تحل حسب قانون هيس. فهنا الهدف الرئيسي لازم انا افهم شلون اشتغل الشغل مالتي كبدايه. الهدف الرئيسي هو الحصول على معادله الهدف. اما مذكوره في السؤال يعني يقول لك دلتا اتش ار وهذه المعادله، تمام، ويقول احسب الدلتا اتش اف لهذه المعادله اللي هي معادله الهدف في السؤال، او كتابتها يعني انا اكتبها. شلون اكتبها؟ اكتبها عن طريق معادله التكوين. يعني يقول لك احسب دلتا اتش اف مثلا المتكون H2SO4، او احسب لي السي اس 2 اللي يجي بهذا السنه وراح اشرح لك اياه ان شاء الله بعد قليل. تمام؟ اما المعادلات الاخرى اللي تحت معادله الهدف اللي هي هنا يا اما مكتوبه في السؤال او يتم كتابتها. شلون اكتبها؟ عن طريق شغلتين اخذناها بالدرس السابق اللي هي معادله الاحتراق، يعني عن طريق معادله الاحتراق، او اكو تمرين وزاري وخارجي عن طريق التفكك. تمام؟ وبعد ذلك يتم التعديل. راح ابدا اعدل على المعادلات مال الاحتراق والتكوين، يعني لو اقلبها، لو اضربها في 2، لو اقسمها حتى اوصل الى معادله الهدف، وبعد ذلك اختصرها للحصول على معادله الهدف. وقلت لك راح اوضح لك ان شاء الله بالمثال اللي راح احله قبل قليل او بالسؤال الوزاري. اما هنا الطريقه ان شاء الله الثانيه اوضح لك اياها في تصوير اخر. نبلش طلابنا الورود في السؤال اللي اجى في هذه السنه، وسؤال بسيط وعليه 8 درجات، ودائما قلنا موضوع هيس هو من المواضيع الثوابت. فاذا علمت ان حراره الاحتراق القياسيه المقدره، يعني يقول اذا علمت حراره الاحتراق. زين انا شو راح اعرف معادله الهدف؟ اعطيتك ملاحظات قبل قليل، قلنا نعرف معادله الهدف يا اما مكتوبه او ما نكتبها. فهسه نلاحظ من هذا السؤال اللي جاي الوزاري ولا معادله مكتوبه، اذا لازم اني اكتبها. فاول فقره شلون اعرف معادله الهدف؟ احسب، اخلي جوا خط، احسب امثال بالتكوين القياسي. يعني شنو؟ دلتا اتش اف القياسي احسبها علما لهذا المركب. لازم انا شو اسوي؟ معادله تكوين. فراح اجي اسوي معادله تكوين سي اس 2 اللي هو هنا ال. شنو شروطنا؟ اخذناها بالدرس السابق، قلنا المتكون 1 مول من عناصره الاساسيه عنصر السي زائدا الاس. هذا ليش ما كتبنا 2؟ لانه قلنا 7 عناصر ثلاث الذره ايضا وضحناها، وعنصر واحد رباعي، وجميع العناصر هي احاديه الذره. فاذا كانت تكتب بهذه الطريقه. المتكون 1 مول من عناصره الاساسيه باثبت صوره. اثبت صوره هنا للكربون هي الجراف اللي هنا المختصر مالتها جراف، واثبت صوره للكبريت اللي هي المعيني رومبيك. تمام؟ خلاص حققنا الشروط. اذا اروح اوازن هسه المعادله مالتي. هنا عندي سي وحده، هنا عندي اس 2، راح اجي اضربها هنا في 2. اذا خلصنا معادله الهدف واللي هو طالبها دلتا اتش اف القياسي. هو يريد من السؤال احسب امثال بالتكوين القياسي.
هاي يا معادله الهدف. هسه سوي المعادله الاخرى، شوف ايش قال؟ اذا علمت ان حراره الاحتراق، يعني راح احرق كل من هذا العنصر وهذا العنصر وهذا المركب. اذا العنصر عندما يحترق، فهاي المعادله الاولى، العنصر عندما يحترق يعطيني كاسين، فراح يحترق هذا العنصر سي اللي هو ما له علاقه جراف او جراف، يحترق مع الاكسجين، شو ينطيني؟ ينطيني CO2. اذا راح نطبق الشروط الاخرى اللي هو المحترق 1 مول مع كميه وافره من الاكسجين في الظروف القياسيه، ونقول دلتا اتش سي يساوي دلتا اتش اف القياسي ويساوي. لماذا؟ لانه احتراق، فانا طلع دلتا اتش ار عفوا وليس اف. تمام، دلتا اتش ار ايش قد هنا؟ سالب 394. نجي على المعادله رقم 2، راح نجي نحرق الاس. تمام، اللي هو زائد NO2 نفس الحاله يعطيني CO2، ونقول دلتا اتش ار يساوي دلتا اتش يساوي دلتا اتش ار ويساوي يجي عندنا ناتج مالتها سالب 296. واخر شيء عندنا اللي هو حرق هذا المركب، واللي بعض المدرسين وبعض الطلاب يعني ينسوه، انه عندي الاحتراق مع العناصر، وعندي الاحتراق مع المركبات العضويه، وعندي الاحتراق مع هذا المركب اللي في تمرين 1.8. تمام، فهنا المركب اللي عندي CS2 عندما يحترق مع الاكسجين، شوف نوزع الاو على الاول ونوزع الاو على الثاني، فيصير عندي CO2 زائد SO2، CS2 زائد SO2. نيجي نوازن C وحده S2. تمام، نضرب هنا الاس في 2. هسه نجي لازم شو نسوي؟ نحسب الاو، فهنا 1 في 2. تمام، هنا عندي 2 زائد 2 في 2 هنا 4، مجموعها ايش قد؟ 6. اقسمها على 2 ويساوي 3. اذا اخلي هنا 3 مقابيل الاو، ونقول دلتا اتش سي القياسي يساوي دلتا اتش ار القياسي ويساوي اللي هو عندي هنا الثالبي مالته عفوا الاحتراق اللي هو سالب 1072. هسه هذه الشروط اللي حققناها اللي قرأناها قبل قليل، هسه نسوي تعديل على هذه المعادلات للحصول على معادله الهدف. من الاحظ اني حتى اذا كتبت هنا الجراف ما راح ياثر عندي حتى تكون مضبوطه. الجراف هنا عندي رومبك. تمام، فنجي نلاحظ مركب بمركب يختلفن. اذا اروح ادور على عنصر اخر شيء اقارن بين الاكسجين والهيدروجين. اما الاساس مركبات ما تتشابه اروح على عناصر اخرى. اذا ذني اثنيناتهن سي واثنيناتهن بالمواد المتفاعله، فاني لازم هاي المعادله اسوي شو معادله الهدف. فهنا ايش راح اقول المعادله الاولى؟ تبقى المعادله الاولى كما هي. نجي على المعادله الثانيه، المعادله مضروبه في 2. اذا نضرب المعادله الثانيه في 2، نضرب المعادله الثانيه في 2، ونجي على المعادله. ليش متشابه؟ شنو؟ المركب مركب ما يتشابه، نروح على شنو؟ على اس. فنلاحظ المعادله ليش مضروبه في 2؟ اذا لازم نضرب كل المعادله في 2. نلاحظ هذا المركب ويا هذا المركب انهم معادله هدف بالمواد الناتجه، وبهاي المعادله بالمتفاعله، فنقلبها المعادله حتى تصير تشبه معادله الهدف. نقلب المعادله الثالثه. نجي هسه نشتغل. اول معادله تبقى كما هي، سي زائد O2 ينطيني CO2، والدلتا اتش ار مالتنا يساوي يجي عندي سالب 394. تمام، المعادله الثانيه ضربناها 2 في 2 اس زائد 2 O2 سهم 2. تمام، CO2 2 CO2 يعني كلها ضربناها في 2. هنا عفوا وليس سي، هنا اس. تمام، هنا اس غلطنا بالكتابه. نجي على اخر معادله نقلبها، CO2 زائد 2SO2 سهم، هنا نكتب الدلتا اتش ار ايضا. الدلتا اتش ار شو يساوي؟ سالب 296. نجي هنا المعادله نقلبها CS2 زائد 3O2،
ونكتب ايضا الدلتا اتش ار مالتها اللي حصلناها، هي بما انه تقلب راح تقلب الاشاره مالتها فتصير موجب 1072. هنا قلنا نسينا انه لازم نضربه باثنين، لانه قلنا ما دام ضربنا المعادله كلها في اثنين حتى الانثال بنضربه في اثنين، فيصير عندي هنا في اثنين في اثنين، اثنين في 6 12 بيد واحد، 2 في 9 18 1 19 9 بيد واحد، 2 في 2 4 والسالب عندي سالب هنا 5. صارت عندي المعادلات الثلاثه جاهزه، اي لازم تشبه معادله الهدف، فاختصر المواد المتفاعله مع المواد الناتجه حتى اقلل اكثر عدد ممكن من المركبات للوصول الى معادله الهدف. فهذا راح يروح ويا هذا CO2 ويا CO2، 2 SO2 ويا 2 SO2، هنا 1 و2 نجمعهم راح يروحن ويا من؟ ويا هاي 3، الى نجي نكتب معادله الهدف اللي هو اللي باقي. شنو باقي بالمواد المتفاعله؟ C زائد 2S، تمام سهم. شنو باقي بالمواد الناتجه؟ CS2. اذا من اجي الاحظ تشبه معادله الهدف، اذا حل صحيح 100%. راح اجي اجمع ذني الاثنين بما انه اشارات سالبه، اطرحها مع راح يطلع لي الناتج مالتي 86 كيلو جول. بس هنا اوضحها شغله، قبل انت اشارات ايش طلع دلتا اتش ار، لكن هو شنو المطلوب؟ مطلوب دلتا اتش اف، فراح تقول له دلتا اتش اف القياسي يساوي دلتا اتش ار القياسي ويساوي 86 كيلو جول على مول. هنا عفوا كيلو جول على مول. واضح طلابنا الاعزاء؟ اذا الى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، ركز وياي افيدك. مع السلامه طلابي الاعزاء.